السلام عليكم أحبابي. معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. إحنا كأمهات لازم الأيام الأولى من رمضان نعمل محشي مع بطة أو فرخة بلدي. يلا بينا هقول لكم هنعمل إزاي بداية المحشي. بداية كده بنجيب الكرنباية ونقطعها ونخلي المية تغلي ونحط شوية من الكمون الحصى، ونبدأ نحط الورق الأول اللي هو الأخضر في المية كده ياخد له غلوتين بالظبط، ونطلعه علشان ده اللي هنفرشه في الحلة بتاعتنا. بعد كده هنحط الكرنباية كلها مرة واحدة ونبدأ نطلع ورقة ورقة، اللي هي أول ما نحس إن هي نستوت كده ودبلت الورقة بتاعتنا ما نسيبهاش قوي علشان ما تتهريش. يعني كل واحدة كده هتاخد لها 3 دقايق بالظبط كده، وانتي حسيها بايديكي. يعني هنخلص الكرنباية كلها، واول ما تيجي تبرد نبدأ بقى ناخد كل ورقة ونقطع الجزء اللي هو التخين فيها ده، ونبدأ نقطعه على حتتين او 3 زي ما انتوا شايفين كده. لو هي ورقة كبيرة هنقطعها على 3 حتت، لو هي ورقة صغيرة هنقطعها على جزئين بالظبط. هنكمل الكمية كلها. طبعا اعملي الأخضر لوحده والأبيض حطيه على جنب لوحده برضو. نبدأ ناخد كل ورقة ونقطعها على جزئين أو 3، ورتبيهم كده وحطيهم على بعض علشان لما تيجي تحطي فيهم الخلطة تكوني كده مرتبة الأخضر والأبيض لوحده علشان تعرفي تخلصي حاجتك بسرعة. هنخلص الكمية كلها ونبدأ نعمل خلطة المحشي. نجيب بصلية كبيرة مفرومة وبعدين هنشوحها بمعلقة سمنة. اول ما تدبل نحط على طول الصلصة اللي احنا مفرزينها قبل رمضان، ونبدأ نحط عليها التوابل بتاعتنا، وانا هكتب لك التوابل ديت في صندوق الوصف. طبعا احنا مسبكين الطماطم فهي هتاخد لها بس كده غلوتين، ونبدأ نحط الرز اللي احنا غسلناه بمقدار 2 كوباية. وطبعا احنا نكونوا مقطعين خضرة المحشي بتاعتنا ونقفل النار ونبدأ نحط الخضرة كلها. طبعا لو انتي وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتعملي لي لايك وشير، ونبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. هناخد بقى الورق اللي هو الأخضر نفرشه كده في الحلة عشان صوابع المحشي ما تتحرقش من تحت ونعرف نخرجها بسهولة. هنبدأ بقى ناخد أول ورقة ونبدأ نحط فيها الخلطة بتاعة المحشي ونلفها بالمنظر ده. هناخد واحدة تانية هنحط مقدار صغير من الخلطة، ما نحطوش كتير، ونلف بالراحة خالص. هنخلص الكمية كلها. طبعا واحنا واقفين في المطبخ ما ننساش نستغفر كتير ونصلي على النبي كتير. طبعا وقفتنا ديت في رمضان لها أجر كبير جدا، ويا رب نخرج من رمضان مكبورين للخاطر كده يا رب، وربنا يكرمنا في أولادنا وندعو لأمواتنا كده يا جماعة واحنا واقفين، وندعي كده لكل مريض يا رب ربنا يشفيه ويرزق كل واحد مشتاق للذرية الصالحة. نرجع تاني هنكون كده خلصنا كل المحشي اللي احنا عملناه، ونحط الشوربة لغاية لما تغطي كده صوابع المحشي بتاعتنا، ونحركها حركة بسيطة كده عشان نتأكد ان الشوربة نزلت لغاية تحت. نحط معلقتين من السمنة ونحط الحلة بتاعتنا على النار، وهي على النار نلف الحلة بتاعتنا كل شوية علشان تستوي من كل الجوانب. واول ما يتشرب نهدي النار ونحط الشياطة تحتيه ونسيبه لغاية لما يستوي. يلا بينا بقى نعمل الفرخة البلدي. انا نضفتها كويس وحطيتها في مية، وحطيت فيها بصلاية وطماطماية، وبعدين بدأت اشيل الريم اللي عليها، وبعد كده بدأت احط التوابل بتاعة الشوربة، وانا برضو دي هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد ما تستوي الفرخة نحمرها كده في بشوية صلصة كده وندخلها في الفرن، او عايزين تحمروها في الزيت تمام. ودي سفرتنا في رمضان، والسلام عليكم.